أعزائي المشاهدين، سلام عليكم. كأس مصر أحلى عدية للزملكاوية، ونهاية سعيدة للموسم، ومن يضحك أخيرا يضحك كثيرا. ده مش ناصر الأسطورة، ده ناصر العالمي. لما اتلعبت الكرة بليسنج من أحمد فتوح لناصر منسي، الكرة نطت قدامه وكان هيلعبها من فوق أحمد الشناوي، وأحمد الشناوي توقع كده ونط لفوق، لكن في ثانية ناصر غير رأيه وراح لعبها بين رجلين أحمد الشناوي وجاب الجون العالمي وتعادل، وكان سبب الفوز بالمباراة وبالكأس. في النهاية بقول مجلس إدارة الزمالك اتركوا السوشيال ميديا، ما تتأثروش بكلامهم ولا مجال للعواطف. طبعا بتكلم كده علشان الصفقات والناس اللي في الزمالك، اللعيبة اللي عقودها انتهت وعايزة تجدد وبتطلب ملايين كتيرة جدا. طبعا وبتكلم عن الكابتن عبد الله السعيد. طبعا انا وكل الزملكاويه بنحب الكابتن عبد الله السعيد، لكن لو لاحظنا الكابتن عبد الله في مباراه النهائي، في مباريات اللي قبله تقريبا النص الثاني من الدوري من شهر واحد، عبد الله السعيد ما اداش الاداء المقنع اللي كان بيلعبه في الدور الاول والعام الماضي. انا سمعت ان عبد الله السعيد طالب 70 مليون، يعني حوالي 1.5 مليون دولار. الزمالك يجيب بيهم لعيب جامد جدا وكواليتي عالي جدا يفيد الزمالك لسنوات قادمة. لعيب شاب 25 سنة 26 سنة ويؤدي بقوة ولياقة عالية طول المباراة، يفيد الزمالك. مش معنى كلامي ان احنا نمشي الكابتن عبد الله السعيد، لا، انا بقول ان المغالاة في المقابل المادي اذا كان يوصل للمبالغ ديت، ندور على لعيب تاني 1.5 مليون يجيبوا لعيب جامد جدا. مفيش مجال للعواطف، وسيبوكم من الناس اللي على السوشيال ميديا، وافتكروا كويس جدا واقعة زيزو. لو كنتوا بعتوا زيزو ب6 مليون دولار في اول الموسم، كانت السوشيال ميديا هتهاجمكم وتهيج عليكم، وما كانوش هيسيبوكم، وانتوا فرطتوا في زيزو وانتوا السبب، وخفتوا من السوشيال ميديا وقعدتوا زيزو، وفي الاخر مشي ببلاش. وبرضه السوشيال ميديا ما رحمتكوش وهاجت عليكم وقامت عليكم واتهمتكم بالفشل وطلبت برحيلكم. سيبوكم السوشيال ميديا، مفيش مجال للعواطف. فلوس الكتيرة والملايين الكتيرة ديت نشتري بيها لعيبة كواليتي عالي في المراكز اللي الزمالك محتاجها. وبالتوفيق، وكل عام وأنتم بخير، وأشوفكم في فيديو قادم، والسلام عليكم.